الأستاذ مبارك علي صلاح الرشيدي عمره 35 سنة وبيشتغل أمين سر في محكمة الاستئناف، متزوج وعنده 5 أولاد وحالته المادية مستقرة وميسورة، بالإضافة إنه شريك في مزرعة للمواشي والطيور. راجل محترم ومتدين والكل بيشيد بأخلاقه وسمعته الطيبة. مبارك هو الشخصية الأهم وبطل القصة اللي بتدور حواليه كل الأحداث. وفي يوم 12 مارس سنة 2023 مبارك بيتصل بزوجته قبل رجوعه للبيت كالعادة عشان يسألها إذا كانت محتاجة أي طلبات للبيت يشتريها وهو في الطريق، وبلغها انه خلاص هيتحرك من المكان اللي هو فيه ويرجع على البيت. بس الوقت بيعدي ومبارك مرجعش، والزوجه فضلت منتظره لحد الفجر، وطول فتره انتظارها كانت من وقت للتاني بتتصل بزوجها بس مبارك مش بيرد لحد ما تليفونه اتقفل. قالت اكيد راح المزرعه وتليفونه فصل شحن، وفكرت انها تتصل باهله بس الوقت كان متاخر، فقررت انها تدخل تنام واكيد الصبح هيكون رجع. بس ده ما حصلش، فاتصلت بعبد الرحمن اخو مبارك وبلغته، وعبد الرحمن اتصل بحسن اللي يعتبر شريك مبارك في المزرعه، مش بس شريكه، ده اقرب صديق ليه ومن نفس القبيله، يعني الاتنين يعتبروا قرايب. وحسن قال انه اخر مره شافه كانت الساعه 12 بالليل في المخيم اللي في المزرعه، وبعدها مشي وسابه. ووقتها كان اهم سؤال، يا ترى مبارك راح فين؟ مبارك زي ما قلنا شخص ملتزم، وكل تحركاته ما بين شغله في المحكمة والمزرعة والمسجد والبيت. والمخيم ده عبارة عن خيمة مجهزة جوه المزرعة، مبارك وحسن بيقعدوا فيها يقفلوا حساباتهم أو يسهروا. وبما إن حسن قال إنه ساب مبارك في المزرعة، فعبد الرحمن اتحرك على هناك على أمل إنه يلاقيه، وراح للمزرعة لقى عربية مبارك أخوه موجودة، فبدأ يطمن إن أخوه ممكن يكون جوه وتليفونه فصل شحن. بس لما دخل لقى الخيمة مترتبة بشكل مش طبيعي، وإن الخيمة اللي موجودة دي واضح إنها جديدة، يعني مش هي الخيمة اللي كانت موجودة. والغريب ان مبارك مالوش اي اثر، والاثر اللي موجود قدام الخيمة على الارض كان عبارة عن قيء وبقعة حمراء، والبقعة الحمراء دي كانت أكتر من بقعة لحد عربية مبارك. في الوقت ده عبد الرحمن اتوجه لاسم الشرطة وقدم محضر، وقال إن مبارك أخوه مختفي من امبارح. وخليك فاكر النقطة دي عشان هنرجع لها تاني. الشرطة وقتها بتروح وبتعين المكان اللي هيبقى مسرح الواقعة، وفعلا الشرطة والطب الجنائي بيأكدوا ان البقعة الحمراء دي بتعود لمبارك لانها من نفس عينته. وبدأت الشرطة تسأل كل المخيمات اللي حوالين مزرعة مبارك، والكل اجمع ان محدش شافه الليلة دي، زي ما يكون فص ملح وداب. والاغرب ان البقعه الحمراء دي كانت كمان جوه عربيه مبارك. واكتر من سيناريو بيترسموا لحل لغز اختفاء مبارك، واللي كان اولهم انه ممكن يكون ليه عداوه مع حد بحكم شغله في المحكمه، وده احتمال ضعيف لان مبارك مجرد موظف اداري. والاحتمال الثاني انه يكون حد هجم عليه بغرض السرقه، ولو فرضنا ان ده حصل فاللي جاي يسرق هيسرق ويمشي، ولو فرضنا ان اللي سرق خلص على مبارك فهيسيبه مكانه ومش هيخفي جثمانه. والسيناريو الاخير والمؤكد ان في خلاف مع اشخاص تانية، والاشخاص دول خارج نطاق عمله الحكومي، وبالاخص حاجه هتكون ليها علاقه بالمزرعه، وبكده المزرعه تكون مجرد بدايه لطرف الخيط.